ازاي ننشئ قوائم رسائل جماعية على الواتساب من الصفر الاحترافي بكل سهولة وبكل بساطة؟ تابع مع الشرح. كل اللي علينا هنروح مع بعض على الواتساب. رئيسية زر الشاشة جوجل واتساب هنخش عليه بالشكل ده، واتساب وبعد ما دخلنا على الواتساب هنقلب لحد ما نروح لكلمة اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط. المزيد من الخيارات زر هي دي هنخش عليها بالشكل ده، نافذة منبثقة وبعد ما دخلنا عليها الكلمة دي اللي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي 3 نقط هنقلب لحد ما نروح لكلمة اسمها رسالة جماعية جديدة. رسالة جماعية جديدة هنخش عليها بالشكل ده، واتساب وبعد ما دخلنا عليها بالشكل ده جايب لك كل الارقام اللي عامله واتساب، بيقول لي حدد الارقام اللي انت عايزهم يكونوا معاك في قوائم الرسائل الجماعيه. احنا الرقم اللي عايزينه يكون معانا هنحدد عليه، قائمة جهات زر نقطة هندوس عليه الرقم ده الضغط عاديه زر نقطة المحددة كده، الرقم ده بيجي محدد معانا. لو دوسنا عليه ضغطه تانية عاديه برضو، استنى كده، زر نقطة زر بحث زر خارج القائمة. بمجرد ما احنا عملنا ضغط عاديه تاني كده تم الغاء تحديد الغاء التحديد من على الرقم، يعني كده الرقم مش هيتضاف معانا، ولكن احنا عايزينه يتضاف معانا فاحنا هنحدده تاني. هندوس على ضغط عاديه، قائم زر نقطة هندوس عليه بالشكل ده ضغط عاديه. زر نقطة بمجرد ما احنا دوسنا عليه ضغط عاديه كده تم تحديده معانا. اجل حاجه علشان خاطر قوائم الرسائل الجماعيه اللي بتتعمل معانا لازم يكونوا معانا مستلمين، ما ينفعش نعملها بواحد بس. يعني ما ينفعش حد يقول لي يا عصام ينفع ان انا اعمل قوائم الرسائل الجماعيه بواحد، اقول لك ما ينفعش، لازم يكون معاك على الاقل 2 علشان تقدر تعمل بيهم قوائم الرسائل الجماعيه. هنقلب نحدد معانا رقم تاني، زر قلم الشيل هندوس عليه ضغط عاديه تاني. بمجرد ما احنا دوسنا عليه ضغط عاديه الرقم ده كده تم تحديده معانا. براحتك تقدر تحدد معاك 2 3 4 5 ان شاء الله حتى 1000، المهم ما ينفعش تقل عن 2، اقل حاجه 2. المهم بعد ما حددنا اللي احنا عايزينه يكون معانا في قوائم الرسائل الجماعيه هندوس من تحت زي ما يكون مثلا هنعمل رساله صوتيه، هنلاقي كلمه اسمها انشاء زر خارج القائمة. هندوس عليها بالشكل ده، واتساب وبعد ما احنا دوسنا عليها كلمه انشاء ضغط عاديه كده خلاص تمت انشاء قوائم الرسائل الجماعيه. بمجرد ما انا ابعت اي حاجه هنا في قوائم الرسائل الجماعيه دي، اذا كان رساله صوتيه او مثلا مقطع صوتي او مقطع فيديو او رساله كتابيه او مستند او استطلاع راي، هيوصل لكل المستلمين اللي انا حاططهم معايا واللي انا محددهم معايا في قوائم الرسائل الجماعيه بتاعتي بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله خالص. والحاجه اللي انا هبعتها من هنا من قوائم الرسائل الجماعيه هتروح لكل المستلمين اللي انا مخليهم معايا في قوائم الرسائل الجماعيه، هتروح لهم على الخاص بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله خالص. طيب ازاي نضيف حد معانا في قوائم الرسائل الجماعيه؟ يعني مثلا احنا معانا 2 وجينا مثلا بعد فتره قلنا عايزين نضيف شخص جديد معانا، نعمل ايه؟ نمسح قوائم الرسائل الجماعيه ونعمل واحده جديده؟ لا طبعا، هنضيف عادي بكل سهوله وبكل بساطه شخص معانا في قوائم الرسائل الجماعيه بتاعتنا. هنروح على كلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد ولا 3 نقط. مستلم المزيد من الخيارات زر هنخش عليها بالشكل ده، نافذة منبثقة وبعد ما دخلنا على الكلمه دي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد ولا 3 نقط هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها معلومات القائمه. معلومات القائمة هي دي معلومات القائمه، هنخش عليها بالشكل ده، معلومات القائمة هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها التعديل على المستلمين. نقطة التعديل على المستلمين هنخش عليها بالشكل ده، واتساب كده هنلاقي كل الارقام بتاعه الناس اللي عامله واتساب هنلاقيهم قدامنا. الرقم اللي احنا عايزينه يكون معانا هندوس عليه ضغط عاديه هيتحدد معانا. تم قائم زر قلم الشيل حدد زر 01 هندوس ضغط عاديه كده تم تحديده. لو دوسنا ضغط تاني هيتلغي من عليه التحديد، كده اتلغى من عليه. هدوس تاني ضغط عاديه عشان خاطر يتحدد. بمجرد ما احنا دوسنا ضغط تاني عاديه عليه كده خلاص تم تحديده. اللي احنا عايزين نضيفه معانا عادي، ولكن بعد ما نحدد كل الارقام اللي احنا عايزين نضيفها هننزل من تحت زي ما يكون مثلا هنعمل رساله صوتيه هنلاقي كلمه اسمها تم زر خارج القائمة. هندوس عليه بالشكل ده، معلومات القائمة
وبعد ما احنا دوسنا على كلمه تم كده خلاص تمت اضافه المستلمين الجداد اللي احنا عايزين نضيفهم معانا في قوائم الرسائل الجماعيه، تمت اضافتهم بالفعل بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله خالص الى قوائم الرسائل الجماعيه. تعالوا نشوف بيقوا كام مستلم معانا. الاول كانوا 2، تعالوا نشوف دلوقتي بيقوا كام مستلم معانا. نقطة كلمات مشفرة. كده 3 مستلمين. بقوا 3 مستلمين. طيب ازاي نزيل منهم شخص؟ هنروح نقف على اي مستلم فيهم، المستلم اللي احنا عايزين ننزله هنقف عليه وهندوس عليه ضغط وهندوس عليه كده كده. نقطة. بصوا نقطة. هنجيب اسمه الاولاني مش الثاني، لا بصوا اهو. نقطة. ل- نقطة. لا بصوا نقطة. هو ده. يبقى احنا بصوا اهو التعديل على المستلمين. التعديل على المستلمين. هنمشي شويه، نقطة. هندوس على ده ولكن ما ندوسش على الثاني. بصوا نقطة. لا هندوس على ده اللي هو الاولاني نقطة. كل اسم ندوس على الاسم بتاعه الاولاني، هندوس عليه ضغط عاديه. HDLG هنقلب لحد ما نلاقي كلمه اسمها ازاله. عرض. إزالة من القائمة. ازاله من القائمه، الكلمه اللي انا واقف على دي. بصوا عرض. إزالة من القائمة. هي دي ازاله من القائمه. بمجرد ما ندوس على الكلمه دي كده هيتم ازاله الشخص من قائمه الرسائل الجماعيه. هندوس عليه بالشكل ده. إزالة من قائمة الرسائل بصوا. الجماعية. جايب لي مربع حواري بيقول لي انت متاكد ان انت عايز تزيل الشخص؟ ازاله من قائمه الرسائل الجماعيه. هندوس له ازاله. موافق. بصوا إلغاء. موافق. إلغاء. زر. الغاء. لو انا دوست على كلمه الغاء اكني ما عملتش حاجه والمستلم مش هيتزال اصلا من قوائم الرسائل الجماعيه، ولكن احنا هنمشي شويه لحد ما نوصل لكلمه اسمها موافق. موافق. زر. بمجرد ما انا ادوس على الكلمه دي اسمها موافق كده خلاص الشخص هيتم ازالته من قوائم الرسائل الجماعيه بالفعل. هندوس عليها اللي هي موافق دي. معلومات القائمة. بمجرد ما احنا دوسنا عليها الكلمه دي اسمها موافق كده خلاص تمت ازاله الشخص من قوائم الرسائل الجماعيه بالفعل. تعالوا نشوفوا كده مع بعض برضو اتزال ولا لا. الرشد. واتساب. قلم زر رفاق. روم. تم إزالة من القائمة. في القائمة. تمت ازالته من القائمه. طب تعالوا نشوف كده بقوا معانا كم مستلم. زر. مستلمان 2. قلم حال. بقوا مستلمان 2 بدل ما كانوا 3. عندنا يا اخواتي طريقه تاني ممكن نضيف بيها برضو اشخاص. ايه هي يا عصام؟ هنمشي شويه لحد ما نروح كلمه اسمها المزيد من الخيارات. المزيد من الخيارات. زر. او المزيد ولا 3 نقط. هنخش عليها بالشكل ده. نافذة منبثقة. وبعد ما دخلنا على كلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط هنقلب لحد ما نروح كلمه اسمها معلومات القائمه. معلومات القائمة. هنخش عليها بالشكل ده. معلومات القائمة. وبعد كده هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط. هنلاقيها في الاخر خالص عندنا في القائمه. زر. رجوع. المزيد من الخيارات. زر. هي دي اللي انا واقف على دي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط. هنخش عليها بالشكل ده. نافذة منبثقة. هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها اضافه اضافه اشخاص الى قوائم الرسائل الجماعيه. تغيير إضافة مستلم. اضافه مستلم. اسمها ايه؟ اضافه مستلم. هندوس عليها. واتساب. جاب لي كل الارقام الناس اللي عامله واتساب. الرقم اللي احنا عايزينه يضاف معانا هنحدد عليه. ابصوا قائمة. جهة. زر. نقطة. هندوس عليه ضغط عاديه كده تم تحديده معانا. لو دوسنا تاني ضغط عاديه كده تم الغاء التحديد من على الرقم. طب احنا هندوس تاني مثلا ضغط عاديه عشان نحدده معانا. بمجرد ما احنا دوسنا ضغط عاديه تاني كده تم تحديد الرقم معانا. طيب عشان نقدر نضيفه معانا هقول لكم نعمل دلوقتي. نقدر من هنا نقدر نحدد كل الارقام اللي احنا عايزين نضيفها معانا في قوائم الرسائل الجماعيه. وبعد ما نحددهم هننزل من تحت زي ما يكون مثلا هنعمل رساله صوتيه. زي ما يكون مثلا هنبعت رساله صوتيه هنلاقي كلمه اسمها تم. زر. خارج القائمة. هندوس على بالشكل ده. معلومات القائمة. بمجرد ما دوست على كلمه تم دي كده خلاص تمت اضافه الاشخاص الجدد معايا في قوائم الرسائل الجماعيه بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله خالص. تعالوا نشوفوا بقوا كام معانا شخص في قوائم الرسائل الجماعيه. الاول كانوا 2، تعالوا نشوف دلوقتي بقوا كام شخص معانا. صورة. المزيد من قائمة بلا قائمة. الكشف. 3 مستلمين. بقوا 3 بدل ما كانوا 2 بقوا 3 معايا. طيب عندنا كمان يا اخواتي طريقه تاني نقدر نزيل بيها الاشخاص. طيب ايه هي يا عصام الطريقه التانيه اللي احنا ممكن نزيل بيها الاشخاص؟ هقول لكم عليها.
هنرجع تاني كده. بصوا اهو، واكتساب. هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد والثلاث نقط. أمس عنوان استنوا كده، المزيد من الخيارات زر خارج هنخش عليه القائمة. بالشكل ده. نافذة منبثقة. وبعد ما دخلنا عليها هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها معلومات القائمه. معلومات القائمة. هنخش عليه بالشكل ده. معلومات القائمة. وبعد كده هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها التعديل على المستلمين. التعديل على المستلمين. هنخش عليه بالشكل ده. واكتساب. وبعد كده هنلاقي كل الارقام بتاعت الناس اللي عامله واتساب. الرقم اللي احنا عايزين نحدده هندوس عليه مره هيبقى محدد معانا، والرقم اللي احنا مش عايزينه مش هندوس عليه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض كده. تم تحديد. تم قائمة جهة زر نقطة المحددة. دي محدده، يعني الرقم ده معايا في قوائم الرسائل الجماعيه. اي رقم عشان تبقوا عارفينه معاكم في قوائم الرسائل الجماعيه، لو لقيتوا الرقم بيقول لكم محدد اعرفوه معاكم في قوائم الرسائل الجماعيه، ولكن لو قرا لكم الرقم ومن غير ما قال لكم محدد كده اعرفوا ان هو مش معاكم في قوائم الرسائل الجماعيه. طيب هو دلوقتي محدد الرقم ده معايا في قوائم الرسائل الجماعيه. طيب احنا عايزين مثلا نزيله من قوائم الرسائل الجماعيه، هندوس عليه ضغطه عاديه. بمجرد ما احنا دوسنا على ضغطه عاديه كده الرقم تم الغاء التحديد من عليه. بصوا اهو جهة زر نقطة. ما بقيش محدد الرقم. طب هننزل من تحت لحد هننزل من تحت زي ما يكون مثلا هنعمل رساله صوتيه، هنلاقي كلمه اسمها تم. زر تم زر خارج هندوس عليها القائمة. بالشكل ده. معلومات القائمة. كده خلاص تمت ازاله الشخص من قوائم الرسائل الجماعيه. يعني الرقم اللي انت هتلاقيه محدد هتدوس عليه ضغطه عاديه كده هيتلغي من على التحديد. هتنزل من تحت لحد ما تلاقي كلمه اسمها تم، دوس عليها كده خلاص الرقم هيتلغي من على التحديد. وكذلك انت ممكن مثلا تلاقي مثلا 100 رقم محددين، الرقم اللي انت عايز تلغي مع التحديد دوس عليه ضغطه عاديه. ممكن مثلا تلغي التحديد من على 20 30 وبعد كده تدوس من تحت زي ما يكون مثلا هتعمل رساله صوتيه هتلاقي كلمه اسمها تم، دوس عليها ضغطه عاديه بالشكل اللي احنا شفناه مع حضراتكم اللي انتوا شفتوه معايا. بمجرد ما تدوس على كلمه تم كده خلاص الاشخاص اللي انتوا لغيتوا من على التحديد هتتحذف هتتزال تماما من قوائم الرسائل الجماعيه بكل سهوله بكل بساطه وبدون اي مشكله خالص. تعالوا نشوف دلوقتي بقوا كام مستلم معانا في قوائم الرسائل الجماعيه. قلم مستلمان 2. بقوا مستلمين بس، بدل ما كانوا 3 بقوا مستلمين. طيب ازاي نعمل اسم قوائم الرسائل الجماعيه؟ احنا الاول قوائم الرسائل الجماعيه كانت بتتعمل باسماء مستلمين. يعني احنا لما نيجي نعمل قوائم الرسائل الجماعيه من غير ما بنعمل لها اسم بتكون مثلا على حسب مستلمين. لو عندنا 10 بيكون مكتوب عليها 10 مستلمين او 20 مستلم او 30 مستلم او مستلم او مستلم قصدي او مستلمين او 3 مستلمين او 4. ولكن لو احنا عايزين نعمل لها اسم علشان خاطر ما تتوهش مننا قوائم الرسائل الجماعيه بتاعتنا ونبقى عارفينها من ضمن اسماء المجموعات بتاعتنا والمجتمعات والقنوات، هنعمل ايه؟ حاول لكم نعمل ايه. واكتساب. دلوقتي احنا في قوائم الرسائل الجماعيه بتاعتنا هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط. المزيد من الخيارات زر. هنخش عليه بالشكل ده. نافذة منبثقة. وبعد ما دخلنا على الكلمه دي اللي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها معلومات القائمه. معلومات القائمة. هنخش عليه بالشكل ده. معلومات القائمة. هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط. زر صورة رجوع. المزيد من الخيارات زر. هي دي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي 3 نقط. هنخش عليه بالشكل ده. نافذة منبثقة. وبعد ما دخلنا على الكلمه دي اللي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي 3 نقط هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها تغيير اسم قائمه الرسائل الجماعيه. تغيير اسم قائمة الرسائل الجماعية. هنخش عليه بالشكل ده. اسم قائمة الرسائل الجماعية. العربيات. ظاهرة توسيع شريط الأدوات. بمجرد ما انا دخلت على تغيير اسم قائمه الرسائل الجماعيه جايب لي قدامي لوحه المفاتيح وبيقول لي ان انت معاك 100 حرف تقدر تكتب بيقول لي ان انت تقدر تكتب اسم قائمه الرسائل الجماعيه. معاك 100 حرف تقدر تكتب الاسم بيهم. انا مثلا هكتب 4. الضبط توسيع 1 2 4 99 حرفا متبقيا للكتابة. بيقول لي فاضل لك 99 حرف متبقي من الكتابة. يعني انت استخدمت حرف واحد بس وفاضل لك 99 بدل من 100. فاضل لك 99 حرف من الكتابة بدل من 100 حرف.
يعني تقدر تزود زي ما انت عايز، تقدر تعدل على الاسم زي ما انت عايز، تقدر تكتب اللي انت عايزه في الاسم زي ما انت حابب. طيب انا مثلا كتبت رقم 4، هعمل رجوع كده، الرجل. لوحة هنزل من تحت هلاقي كلمه اسمها موافق عشان انا اعمل اسم. موافق زر. بصوا لو انا اسم مشيت قائمة شويه، الرسائل. بصوا إلغاء زر. لو انا دوست على كلمه الغاء دي اكني ما عملتش حاجه، والاسم مش هيتنفذ معايا ولا هيتعمل لقوائم الرسائل الجمعيه. ولكن لو انا مشيت شويه ورحت لكلمه موافق، موافق زر. بمجرد ما ندوس على الكلمه دي الاسم خلاص هيتنفذ معايا وهيتعمل لقوائم الرسائل الجمعيه. هندوس على موافق. معلومات القائمة. بمجرد ما انا دوست عليها الكلمه دي اللي اسمها موافق، كده خلاص تم تغيير اسم قوائم الرسائل الجمعيه من المستلمين الى اسمها الحقيقي والرسمي والجديد اللي انا عملته لها، وباسمها 4. تعالوا نشوف الاسم مع بعض. الرجل. رفاق. رفاق زر. 4 قلم الشيء. بيقول لي 4 وجايب لي بعد كده اسماء المستلمين اللي انا مخليهم معايا في قوائم الرسائل الجمعيه بتاعتي. طب حد يسالني هيقول لي يا عصام، طب هو احنا ينفع نغير اسم قوائم الرسائل الجمعيه اكتر من مره؟ ينفع ان شاء الله تغيره 1000 مره براحتك، انت حر، تقدر تغيره زي ما انت عايز وزي ما انت حابب. هنغيره احنا برضو مع بعض عشان تبقوا عارفين بنغيره ازاي. هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي ال3 نقط. المزيد من الخيارات زر. هي دي القائمة. اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او ال3 نقط. هنخش عليه بالشكل ده، نافذة منبثقة. وبعد ما دخلنا على الكلمه دي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او ال3 نقط، هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها معلومات القائمه. معلومات القائمة. هنخش عليه بالشكل ده، معلومات القائمة. وبعد ما دخلنا عليها الكلمه دي اللي اسمها معلومات القائمه، هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي ال3 نقط. هنلاقي في الاخر خالص عندنا، هنلاقي في اخر حاجه عندنا من الخيارات زر. هي دي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او اللي هي 3 نقط. هنخش عليه بالشكل ده، نافذة منبثقة. وبعد ما دخلنا عليها هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها تغيير اسم قائمه الرسائل الجمعيه. تغيير اسم قائمة الرسائل الجماعية. هنخش عليه بالشكل ده، اسم قائمة الرسائل الجماعية العربيات. QWERTY. ظاهرة 99 حرفا متبقيا للكتابة. توسيع شريط الأدوات. بمجرد ما انا دخلت على كلمه تغيير اسم قائمه الرسائل الجمعيه جايب لي لوحه المفاتيح قدامي وبيقول لي متبقي لك 99 حرف من 100 حرف. بيقول لي تقدر تعدل على الاسم بتاعك زي ما انت عايز وزي ما انت حابب وبكل سهوله وبكل بساطه بدون اي مشكله. طيب انا مثلا عايز اغير الاسم خالص. علشان خاطر ان انا اقدر ان انا اغير اسم قائمه الرسائل الجمعيه بتاعتي لازم احذف كل المكتوب قدامي. توسيع. لو تم نقطة مسافة للخلف. هي دي مسافه للخلف، هندوس عليها. تم حذف 4. حذفت كده انا المكتوب قدامي. لازم ندوس مرتين 3 على الاقل يا اخواتي عشان نتاكد حذفنا كل المكتوب قدامنا. بالنسبه لاخواتي المكفوفين اقعدوا احذفوا لحد ما تلاقوا الناطق ما يتكلمش معاكم. بمجرد ما الناطق ما يتكلمش معاكم اعرفوا ان انتوا كده خلاص فضيتوا كل اللي قدامكم، واعرفوا كمان ان انتوا حذفتوا كل المكتوب قدامكم. ولكن لو لقيتوا الناطق بيتكلم معاكم فاعرفوا ان لسه في حاجات لازم تحذف، فاحذفوها برضه. بصوا اهو انا دلوقتي الناطق ما بيتكلمش قدامي، فانا كده خلاص اعرف اني مفيش حاجه مكتوبه قدامي. كده انا اقدر اكتب الحاجه الجديده والاسم الجديد لقائمتي. بمجرد ما اكتب اسم جديد هيتعمل معايا عادي بكل سهوله وبكل بساطه بدون اي مشكله. انا هكتب مثلا واحد. وبعد كده هطلع بيقول لي فاضلك 99 حرف متبقيا للكتابه من 100 حرف. انا هطلع رجوع اهو وهنزل بالتحت. موافق. الغاء زر. لو انا دوست على كلمه الغاء اكني ما عملتش ولا حاجه، وهيبقى الاسم القديم هو اللي قاعد والاسم الجديد مش هيتعمل لقوائم الرسائل الجمعيه. ولكن همشي شويه. موافق زر. لو انا دوست على الكلمه دي اللي اسمها موافق كده الاسم القديم هيتشال وهيتعمل الاسم الجديد لقائمه الرسائل الجمعيه بتاعتي. انا هدوس على كلمه موافق. معلومات القائمه. بمجرد ما انا دوست على كلمه موافق كده خلاص تم تغيير اسم قائمه الرسائل الجمعيه بتاعتي من اسمها القديم الى اسمها الجديد. وتعالوا نشوف مع بعض الاسم الجديد بتاعها بي ايه. صورة صورة 1 بي 1. الاول كان اسمها 4، دلوقتي خلاص تم تغييرها. تم تغيير اسم قائمه الرسائل الجمعيه بتاعتي من 4 الى 1.
تم تغيير اسم قائمة الرسائل الجماعية من القديم إلى الجديد بكل سهولة وبكل بساطة وبدون أي مشكلة خالص. طيب إزاي نحذف قائمة الرسائل الجماعية بتاعتنا؟ أول حاجة بصوا هنطلع خالص أهو عشان واتساب تبقى كل حاجة باينة قدامكم. مربع تعديل. مراسلة أهو. هنقلب لحد ما نروح لكلمة اسمها المزيد من الخيارات أو المزيد أو ال3 نقط. زر الضغط 1 قلم المزيد من الخيارات زر. هنخش عليه بالشكل ده اللي هو اللي هي المزيد من الخيارات أو المزيد أو ال3 نقط. هنخش عليه بالشكل ده. نافذة منبثقة. وبعد ما احنا دخلنا على الكلمه دي اللي اسمها المزيد من الخيارات او المزيد او ال3 نقط، هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها معلومات القائمه. معلومات القائمة. هنخش عليه بالشكل ده. معلومات القائمة. وبعد كده هنقلب لحد ما نروح لكلمه اسمها حذف قائمه رسائل الجمعيه. قلم شي 0 إضافة إلى زر حذف قائمة الرسائل الجماعية. هي دي اسمها حذف قائمه الرسائل الجمعيه. هندوس عليه بالشكل ده. حذف قائمة الرسائل الجماعية هذه. بمجرد ما ندوس على كلمه حذف قائمه الرسائل الجماعيه راح جايب لي مربع حواري بيقول لي حذف قائمه الرسائل الجماعيه هذا. هنقلب كده. إلغاء زر. لو انا دوست على الكلمه دي اللي اسمها الغاء اكني ما عملتش ولا حاجه وقائمه الرسائل الجماعيه بتاعتي مش هتتحذف والامر بتاعي مش هيتنفذ ومش هيحصل حاجه خالص. ولكن لو انا مشيت شويه لحد ما اروح لكلمه اسمها حذف. حذف زر. لو انا دوست على الكلمه دي اللي اسمها حذف كده خلاص قائمه الرسائل الجماعيه بتاعتي هتتحذف والامر بتاعي هيتنفذ بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله. هدوس انا على الكلمه دي اللي اسمها حذف. إلغاء لا همشي شويه. حذف زر. هي دي. بمجرد ما احنا ندوس على الكلمه دي اللي اسمها حذف. الرجاء الانتظار لحظة. واتساب. اول ما انا دوست عليها الكلمه دي اللي اسمها حذف بمجرد ما انا دوست عليها كده خلاص تمت حذف قائمه الرسائل الجماعيه بتاعتي من على الواتساب نهائيا بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله خالص. لحد هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو بتاعنا يكون مفيد لحضراتكم. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله مواجهاه من الفيديو ده او من عالم التكنولوجيا عامة يقدر يكتب سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهاه في التعليقات وانا ان شاء الله هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليها باذن الله. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الشاشة الرئيسية. إيقاف. Talk back. تشغيل. بحث. AC screen recorder. Open draw. تسجيل.